السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة شيوة الدار التطوانية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مادلين بلا بيض بلا حليب، ساهلين بزاف، كيعطيو كمية كتيرة. مادلين ديال المحلات او احسن من المحلات. غادي نحضروهم بطريقة جدا بسيطة، فقط ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم. الا كنتو اول مرة كتشاهدوني ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو. تابعوا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله بالمقادير. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذوا الكاس ديال الطراب الكهربائي. ما كانش عندك متوفر الكاس ديال الطراب الكهربائي غادي تاخدي الطراب اليدوي، اولا غادي تاخدي الطراب اليدوي ديال الكهرباء. المهم اللي متوفر في هادو بثلاثه. احسن طريقه الكاس ديال الطراب، حنا عطيناكم غير يعني بديل الا ما كانش متوفر. خديت هذاك الكاس ديال الطراب وغادي نضيف عليه كاس ديال الماء يكون دافي شويه، ما يكونش سخون، دافي شويه فقط. غادي نضيف عليه كاس من السكر حبيبات، وكاس الا ربع من الزيت النباتيه. غتعبروا بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت ناقص 2 صبعان اللي غادي تنقصوا وغتضيفوه. غادي نضيف ساشي ديال السكر الفانيلا، وغادي ناخذ هاد المكونات كلها وغادي نطربها مزيان تقريبا واحد 2 دقائق حتى يذوب ليا هذاك السكر مزيان ويتخلط ليا مع هذاك الزيت والماء، يعني ما يبقى ليش حبيبات ديال السكر. فهاد الاثناء ملي خلطت مزيان حسيت انا السكر ديالي داب ليا، فغادي نوقف الطراب الكهربائي ديالي او الكاس ديال الطراب وغادي نضيف له علبه صغيره ديال الياغورت المنسم بالفانيلا. تقدروا ديروا علبه حتى لجوج علب صغار اولا علبه كبيره، هذيك اللي كدير 2 دراهم ونص، يعني اللي بغيتو. بالنسبه انا عطيتكم مقادير اقتصاديه، فغادي ناخذ فقط علبه صغيره يعني اللي كدير غير درهم. خلطت مزيان هذاك الياغورت مع دوك المكونات، ومن بعد عفوا غادي نفرغهم في واحد الزليفه. من بعد ما صفيت هذاك الخليط، هنا غادي نضيف قشور ديال حامضه يعني هو الليمون الحامض، ماشي البرتقال وانما الليمون الحامض. انا درت هذا الخضر، القشره ديالو خضراء، كانت عندكم ليمونه صفراء ما كاين حتى مشكل، حتى هي غتحكوا لها فقط هذيك القشره الفوقانيه، ما تدخلوش لداخل. معلقه تكون عامره اولا حامضه كلها حكوها. ضفت عليها رشه د الملحه، ضفت 2 معالق ديال العصير الحامض، كيخليونا اللون ديال المادلين ديالنا ابيض من الداخل، يعني ما كيتبدلش اللون ديالهم. وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق والخميره هذا المقطع هذا التليفون كان عمر وقف لي من التصوير ما رديتش البال. المهم الكميه غادي نخلي لكم كل شيء بالتفصيل في صندوق الوصف. ضفت الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط، وساشي ونص ديال خميره الحلوى، كنأكد عليها ساشي ونص ديال خميره الحلوى. الدقيق على حسب الخليط، انت غتبقاي تضيفي الدقيق بشويه بشويه عليك حتى تحصلي على القوام اللي غادي زعما نشارك معاك. وفي الاخير غادي نضيفوا واحد نصف ملعقه ما عمراش اولا رس معلقه ديال الخميره الخبز، الخميره الفوريه، كتعطي واحد الهشاشه لهاد المادلين، واحد الرطوبه، كيجيو اكثر من رائعين. حسن من ديال المحلات، حسن من المحلات صراحه الله. كاينين وحدين في المحلات كيتباعوا هكا كيجيو 6 على ما اظن 6 ولا 9 في واحد الساشيه كيديروا 2 دراهم ونص كنظن. الا حطيتهم حدا هادو فما كاينش نهائيا الفرق، وهادو يمكن احسن منهم بمذاق ديال الحامض. صافي غادي ناخذ هادوك عفوا هذاك الخليط وغادي نبدا نفرغو في هذا المول. هذا انا هذا عندي ديال السيليكون، تقدروا ديروا هذاك ديال الحديد الا كان متوفر عندكم، المهم اللي متوفر عندكم. هذا دهنته بزبده، رشيته بشويه ديال الدقيق، ضروري انكم تدهنوا بالزبده وترشوا بالدقيق، ولا دهنوا بالزيت ورشوا بالدقيق، المهم باش ما يلصقوش ليكم. في هذه الاثناء البنات الفرن ديالي كيسخن على 200 درجه واحد 5 ديال الدقائق. فاش غندخلهم غنقصوا على 180 درجه، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. كيف ما شفتوا هنا ما عمرتهمش حتى الراس، كنخلي واحد شويه صافي وكندخلهم مباشره، كنحطهم فوق واحد الصينيه وكندخلهم للفران. ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، ما شاء الله كيعطيو واحد الكميه اللي كثيره. هذيك الزلافه اللي شفتوا معايا ديال الخليط فعطاتني 3 د المرات حضرت بها هذاك السيليكون
ديال المادلين 3 المرات. يعني شوفوا شحال من حبه ما وحسبوهم نتوما، كميه ما شاء الله كثيره. مذاق ما نعاودلكمش شحال زوين، واحد الهشاشه، واحد الرطوبه. يعني استغنينا حنا على البيض على الحليب، مع ذلك جاو اكثر من رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، غادي يعجبوكم بزاف، اقتصاديين بزاف، ساهلين مكوناتهم، يعني بسيطه ومتوفره في اي بيت ان شاء الله. هذه هي الكميه اللي خرجات ليا. انا غادي نشارك معكم الهشاشه ديالهم من الداخل كيفاش كتجي. كيجيو طالعين، الا بغيتوا البنات يجيكم مشقين من الوجه ديالهم، انا ما كنبغيش يجوني مشقين، كنبغيهم يجيو بحال هكا، باش ملي كنبغي نزينهم هكا بالشوكولا ما كيجيوش هكا، يعني كيجيوش عوجين ولا. المهم غادي تاخذوا واحد الموس، وغادي قبل ما تدخلوهم للفران تاخذوا موس وغادي ديروا بحال فتيحه في الوسط في الخليط وهو مازال خضر، ودخلوهم للفران وان شاء الله غيجيوكم مفقعين ومحلولين من الوجه ديالهم. كيف ما لاحظتوا معايا كيجيو هشاش بزاف، المذاق ديالهم غزال. تقدروا البنات تبدلوا المذاق ديال الحامض بالبرتقال، يعني التشين اولا ليمون، حتى هو تحكوا قشره ديالو تعصروا العصير ديالو، غادي يجيو زوينين. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك ديالكم، تعليقاتكم زوينه. كنشكركم بزاف، خليت لكم الهنا وراحه البال، وبسلام عليكم.